بيبدأ الفيلم ببيت واحد من ضباط البحرية وبيكون اسمه والتر، وبيكون في بنتين صغيرين بيخبطوا على باب البيت، فبتفتح لهم نانسي مرات والتر، والبنتين دول بيكونوا بيبيعوا هدايا الكريسماس. فبتشكرهم نانسي وبتقول لبنت منهم إن هي أجمل بنت شافتها قبل كده، وبعد كده بتسيبهم وبتمشي. وبعد 10 سنين بيكون والتر تقاعد عن العمل في البحرية بعد ما مات كل أعضاء فرقته في مهمة من المهمات، وبيكون والتر نايم في بيته، وفجأة بيصحى على صوت حد بيحاول يقتحم البيت، فبيسحب مسدسه من على المكتب وبينزل يشوف مين اللي بيحاول يقتحم بيته، فبيلاقي في حرامي في صالة البيت، فبيهجم عليه لكن الحرامي بيزقه وبيطلع يجري بره البيت، وبيضرب والتر بالمسدس بتاعه، وبيقع الحرامي ده على سور المبنى حوالين البيت وبيموت الحرامي. فبيشيل والتر جثة الحرامي عشان يدفنها، وبيسيب السور زي ما هو لتاني يوم. وتاني يوم بيكون بودي قاعد مع مراته في كافيه في وسط البلد، وبودي ده بيكون شغال مندوب مبيعات في شركة تأمين، وفي نفس الوقت بيحاول يشتغل أي شغلانة تانية عشان يقدر يصرف على مراته وبنته اللي لسه مولودة. وبيقول لها إن هو هيروح لمكان في المدينة عشان يصلح سور مكسور هناك، واحتمال كبير يتأخر، لكنه هيحاول يرجع قبل العاصفة. وبيطلب من ليزا ما تخرجش من البيت لأن الأخبار بتقول إن العاصفة دي هتكون شديدة جدا. وبعد كده بيسيبها وبيمشي وبيروح لبيت والتر، ولما بيوصل هناك بيقابل والتر وبيقوله إنه هو النجار اللي هيصلح السور بتاع البيت، وبيسأل والتر عن المدة اللي هياخدها عشان يصلح السور وعن تكلفة التصليح. فبيقول له بودي إن هو هيقعد يومين بسبب العاصفة، وتكلفة التصليح هتكون 200 دولار. فبيعرض عليه والتر 350 دولار، لكن في المقابل إن هو يصلح السور قبل العاصفة. فبيوافق بودي وبيبدأ شغله، فبيسيب والتر وبيرجع للبيت مرة تانية، وبيقعد على الكرسي بتاعه في الصالة. وفي الوقت ده بتنزل نانسي مراته وبتفضل تتكلم معاه لكنه ما بيردش عليها، فبتكتشف إن هو نايم وبتضربه على وشه عشان يصحى، وبتقوله إن هي زهقت منه إنه طول الوقت سكران وحزين. فبيزقها والتر ناحية السرير وبيحذرها تكلمه بالأسلوب ده تاني وإلا هيقتلها، وبعدها بيسيبها وبينزل يشرب مرة تانية كالعادة. وفي الوقت ده بتحضر نانسي حاجة تشربها، وبيكون في إيديها عروسة لعبة، لكن شكل العروسة بيكون غريب ومخيف. وبتلاحظ بودي في الجنينة، فبتنزل تعرفه بنفسها وبتعرض عليه حاجة يشربها، فبيشكرها بودي على كرمها معاه، وبيقول لها إنه هو قرب يخلص خلاص وهيمشي على طول قبل العاصفة. وبعدها بيديها المشروب اللي أخده منها، فبتمشي نانسي في اتجاه البيت، وبيبان على بودي إنه أعجب بيها وبيفضل باصص عليها، وبسبب كده بيدق الشاكوش على ايديه وبيجرح نفسه. فبترجع نانسي بسرعة تطمن عليه وبتطلب منه يدخل معاها البيت عشان تغير له على الجرح، فبيوافق بودي وبيدخل معاها، وبعدها بتغير له على الجرح وبيبان ان هي كمان اتشدت له، فبتفضل بصاله كتير. وفي الوقت ده بيكون والتر شايفهم، وبيحاول بودي يتظاهر انه مفيش حاجة، وبيقول له والتر ان هو اتجرح في صباعه ونانسي كانت بتغير له على الجرح، وبيستأذن منهم وبينزل يكمل شغله. فبيقول والتر لنانسي انه لاحظ نظراتها لبودي وعارف انها بتحاول تقرب منه لكنه مش مهتم بيها اصلا، وبيسيبها وبينزل. وبعد شوية بيروح يرص الازايز اللي شربها على السور، وبيطلع على السطح وبينشن عليها بالبندقية بتاعته وبيكسرها. فبيتضايق بودي من اسلوب والتر وبيحس انه مغرور، لكنه بيضطر يطنشه ويكمل شغله. في الوقت ده السما بدأت تمطر والعاصفة بتبدأ قبل ما يخلص شغله، فبيلم حاجته بسرعة وبيدخل بيت والتر وبيطلب منه الحساب عشان يمشي، وبيتأسف له لانه ملحقش يخلص الشغل قبل العاصفة، لكنه بيوعده انه هيرجع الاسبوع الجاي ويخلص الشغل. فبيقول له والتر انه هيديله نص التكاليف لانه لسه ما خلصش الشغل. فبيوافق بودي وبياخد الفلوس وبيمشي، ولما بيركب عربيته بيلاقي انها عطلانه وما بتكونش راضيه تشتغل، فبيرجع لبيت والتر مره تانية وبيطلب منه يتصل على ليزا مراته عشان يطمن عليها هي وبنته. فبيوافق والتر وبيتصل بودي بليزا وبيقول لها ان هو مش عارف يرجع البيت بسبب العاصفة وان هو هيبات عند والتر، وبعدها بيقفل المكالمة. وفي الوقت ده بتحضر نانسي العشاء وبيقعدوا كلهم يتعشوا سوا وبيبدأوا يتكلموا ويتعرفوا على بعض، وبيفضل والتر يسأل بودي أسئلة محرجة عن علاقته بزوجته وعن حياته الشخصية. وأول ما بتقوم نانسي من جنبهم بيقول والتر لبودي انه عارف انه معجب بمراته، فبيتوتر وبيحاول يغير الموضوع، ونانسي بترجع بعد كده وبتقعد معاهم تاني. فبيسيب والتر الأكل وبيطلع ينام على الكرسي بتاعه، فبتعرض نانسي على بودي انها تاخده في جولة تفرجوا على البيت، فبيوافق بودي. واثناء ما هما بيتفرجوا على البيت بيلاحظ ان باب البدروم مقفول ب3 أقفال، فبيسأل نانسي عن السبب، فبتقوله ان في حاجات وحشة موجودة تحت. وعلى الرغم من ان هي كانت متوترة وهي بتقوله كده، لكنها بعدها بتقوله انها بتهزر، والحقيقة بتكون ان في سر كبير في البدروم ده، لكن هما بيحاولوا يخبوه عن بودي. وبيخلصوا جولتهم في البيت وبعدها بيطلعوا لأوضة نوم نانسي، فبتدخل تغير هدومها وبيفضل بودي بره مستنيها. ولما بتخرج بتحاول تقرب منه لكنه بيرفض لان ممكن والتر يشوفهم في اي وقت،
وفعلا بيصحى والتر من النوم وبيتصنت على أوضة نانسي، ولما ما بيسمعش حاجة بينزل تاني وبيسيب بودي الأوضة وبيروح ينام على الكنبة في أوضة تانية. وبيصحى من النوم مخضوض بسبب صوت العاصفة، وأول ما بيصحى من النوم بيلاقي والتر قاعد مستنيه، فبيقترح عليه والتر يتكلموا مع بعض شوية في الأوضة الخاصة بالأسلحة بتاعته، فبيوافق وبيطلع معاه لأوضة الأسلحة بتاعته. وبيبدأ والتر يتكلم مع بودي وبيحكي له عن الفرقة بتاعته اللي ماتت في مهمة من المهمات، وبيقول له إن هو ما كانش معاهم في المهمة دي، وده لأنه اتصاب قبل المهمة بوقت قصير جدا، وفي المهمة كل أعضاء الفرقة ماتوا للأسف، ومن وقتها وهو فقد الأمل في الحياة، وكان بيتمنى يكون معاهم في المهمة دي، وكمان هو حاسس بالذنب لأنه ما اشتركش معاهم في مهمتهم الأخيرة. وبيقول له كمان إنه ما بيحبش نانسي وفكر كتير إنه يقتلها، لكنه ما عندوش الجرأة يعمل كده، وبيعرض عليه إنه يقتل نانسي مقابل 20,000 دولار، والفلوس دي هيقدر بودي يغير بيها حياته ويربي بنته في مستوى مادي أحسن. وبيقول له إنه هو عاوز يقتلها لأنها مصابة بالكانسر، والأطباء بيقولوا إن هي هتموت قريب، لكنها صعبانة عليه لأنها بتعاني من الألم وهو عاوز يخلصها. فبيفكر بودي شوية وبعدين بيوافق، وبيديله والتر إزازة سم صغيرة وبيقول له إنه هو يحط لها منها على منديل، وبعد كده يكتم نفسها بالمنديل ده، وبكده هتموت نانسي. فبيوافق بودي وبيسيبه والتر وبينزل تحت، وبيلاقي نانسي موجودة في الحمام، ولما بتلاحظ وجوده بتسأله عن حياته الشخصية، فبيقول لها إن أمه ماتت وهو عنده 6 سنين، وأبوه اتحجز في المستشفى، وده لأنه مدمن لشرب الخمرة، ومن وقتها وهو معتمد على نفسه في كل حاجة. وكمان بيقول لها إن هو عنده زوجة وعنده بنت صغيرة. فنانسي بتقوله إن هي وقعت في حبه، وإن هي معجبة بكفاحه وبتحاول تقرب منه، فبيعبر لها بودي عن إعجابه بيها وبيحصل ما بينهم علاقة. وآخر اليوم بتلاقي نانسي إزازة السم بعد ما وقعت من بودي، ولما بتسأله عنها بيقول لها بودي إن والتر أمره يقتلها، وقال له كمان إن هي مريضة بالكانسر، لكن الحقيقة بتكون عكس كده، ووالتر قرر يقتل نانسي لأنه غيران عليها من بودي. فبتقرر نانسي إنها تنتقم منه، وبتطلع الأوضة اللي هو موجود فيها وبتلاقيه بيركب شباك للأوضة دي، فبتقرب منه وبتقوله إن علاقتهم ببعض اتدمرت ولازم يحاولوا يرجعوها زي الأول، لكن والتر بيتجاهلها وبيكمل دق المسامير اللي في الشباك. وفي الوقت ده بتستغل نانسي إنه مش مركز معاها وبتغرز سكينة في كف إيديه، فبيشد والتر ايده بسرعة وهو بيتألم وبيضربها على دماغها، فبتفقد وعيها وبيهدد بودي بالمسدس عشان يقتل نانسي بالسم اللي هو اداهوله. فبيحاول بودي انه يرجعه عن الفكرة دي لكنه بيفشل، وبيحذر والتر انه هيقتله لو ما قتلش نانسي. فبيطلع بودي المنديل وبيحط عليه السم وبيقربه من بق نانسي، لكنه فجأة بيهجم على والتر وبيضربه لحد ما بيفقد وعيه، وبعدها بيجره على الأرض وبيربطه في السلم. ولما بيفوق والتر بياخد منه بودي مفاتيح العربية بتاعته عشان يرجع بيها لأسرته، فوالتر بيقوله انه لو ما قتلهاش هيفضل يطارده هو وعيلته طول حياته. وفي الوقت ده بتفوق نانسي وبتقول لوالتر انها بتحب بودي وان هي هتهرب معاه، وبتشكر بودي انه ما قتلهاش وبتترجاه ياخدها معاه لانها ما بقتش قادره تعيش مع والتر مره تانية. فبيوافق بودي وبياخدها معاه، لكن قبل ما يطلعوا من البيت بيقول لوالتر انه هو مش ممانع انهم يهربوا مع بعض، لكن في سر لازم يعرفوا عن نانسي قبل ما يهرب معاها، وبيقوله ان السر ده هيكتشفه لما ينزل البدروم ويشوف ايه اللي موجود تحت. فبياخد منه بودي مفاتيح البدروم عشان ينزل ويكتشف السر ده، فبتحاول نانسي تقنعه انه ما ينزلش، لكنه ما بيهتمش بكلامها وبيكون عايز يعرف ايه الحقيقة. وبمجرد ما بيفتح باب البدروم بتضرب عليه نانسي رصاص، فبيهرب بودي بسرعة وبيدخل أوضة من الأوض، وبيلاقي الأوضة دي كلها كراكيب، وبيلاقي في ولد عنده 18 سنة متعلق في ايده محاليل، وبيلاقي في عرايس لعبة في الأوضة شكلها مخيف جدا. وفجأة بيتكلم الولد ده بصوت غريب وبيكون صوته طالع بصعوبة، وبيقول له ان والتر ونانسي خاطفينه هو وأولاد كتير تانيين، وبيطلب من بودي يساعده ويخرجه من المكان ده. فبيوعده بودي ان هو هيخرجه من البيت ده. وفي الأثناء دي بيلاحظ بودي ان الولد ده ماسك حتة قماش في ايديه وبيكون عليها رموز وكتابات صينية غريبة. في نفس الوقت ده بتكون نانسي بتفك ايدين والتر عشان يقدر يساعدها ويقتل بودي قبل ما يكشف سرهم. وبيروح والتر للأوضة اللي دخلها بودي عشان يقتله، لكن لما بيدخل الأوضة ما بيلاقيهوش لأنه بيبقى مستخبي وراه، وفجأة بيهجم عليه وبيخنقه بكيس بلاستيك، وبعدها بيجري بسرعة من الأوضة. وفي طريقه بيقابل نانسي فبيوقعها على الأرض وبيكمل جري، وبيطلع لأوضة الأسلحة بتاعت والتر وبيدور على أي مسدس وبيلاقي مسدس صغير فبياخده معاه عشان يقتل بيه والتر. وفي الوقت ده بيطلع والتر لأوضة الأسلحة عشان يقتله، وأول ما بيشوفه بودي بيضرب عليه بالمسدس، لكن المسدس بيكون فاضي وما فيهوش رصاص، فبيرميه من ايديه وبيهجم على والتر، وبيفضلوا هما الاتنين يضربوا في بعض لحد ما بيحدف بودي حتة ازازة على والتر وبتدخل في ظهره. فبيحاول والتر يخرجها من ظهره، لكن بيزق بودي وبيقعوا للدور اللي تحت،
وبعدها بيجري عشان يهرب من البيت، وقبل ما يفتح باب البيت بتهجم عليه نانسي وبتضربه بخشبة على دماغه فبيفقد الوعي. ولما بيفوق بيلاقي نفسه في عربية ومع جثة الولد اللي كان في الأوضة، وبتقبض الشرطة على بودي وبيتهموه إنه هو اللي قتل الولد ده. وأثناء التحقيق بيحكي بودي للمحقق على بيت والتر والحاجات اللي هو شافها هناك، وبيقوله إن هم مخبيين سر كبير في البدروم، وبيقوله كمان إن الولد ده كانوا خاطفينه وكمان كانوا حابسينه في البيت عندهم. ولما لقى بودي كانت حالته الصحية سيئة، ولقى في إيده حتة قماش عليها رموز وكتابات صينية غريبة، لكن المحقق ما بيبقاش مصدقه وبيقوله يعترف بالجريمة بتاعته أحسن له عشان يقدر يخفف العقوبة على نفسه. وبيقوله إن مراته ليزا جاية تزوره، وبيدخلها المحقق وبيسيبهم مع بعض. فبتقوله ليزا إن المحقق قال لها على علاقته بنانسي وإن هي مش مصدقة إن هو ممكن يخونها وكمان يرتكب جريمة قتل، وبتطلب منه إنه يبعد عنها، وسواء هيتسجن أو هياخد براءة ما يقربش منها هي وبنتها. وفي نفس الوقت ده بتجيب المحققة التحريات اللي وصلت لها الشرطة وبتديها للمحقق، وبتقوله إن بودي ممكن يكون صادق لأنه في طفلة مختفية من سنة 1978 وكانت لابسة فستان عليه كتابات ورموز صينية. فبيطلب منها المحقق إنها تفتش بيت والتر وتتأكد من كلام بودي، فبتروح ومعاها 3 ضباط لبيت والتر عشان يفتشوه. ولما بيوصلوا هناك بتطلب من والتر إنهم ينزلوا البدروم، فبيوافق والتر وبتسيب واحد من الضباط يراقبهم، وبينزلوا الباقيين لتحت. فبيلاقوا عرايس لعبة شكلها بشع، وبيلاقوا البنت اللي كانت مختفية من أكتر من 10 سنين. وفي الوقت ده بيهرب والتر من الضابط اللي كان بيراقبه، لكن بيتم القبض على نانسي، وبيفرج المحقق عن بودي عشان يرجع لأهله مرة تانية. لكن بودي ما بيقدرش يرجع لليزا، وده بيخلي حالته النفسية تسوء. وفي يوم بيكون بودي قاعد في كافيه وبيسمع صوت ضرب نار، ولما بيطلع بيشوف في ايه بيلاقي والتر ومعاه ليزا مراته والطفلة، وبيقول له بودي ان هو حذره قبل كده انه هيفضل يطارده. فبيحاول بودي يشتته لحد ما الشرطة ما توصل، ولما بتوصل الشرطة والتر بيمسك بودي بدل ليزا، وبيطلب من الشرطة يطلقوا سراح نانسي، لكن المحقق بيقول له ان هي موجودة في مستشفى الأمراض العقلية ومش هيقدر يفرج عنها، وبيطلب منه يسيب بودي عشان يكون بطل زي أعضاء فرقته البحرية. وبمجرد ما بيجيب له المحقق سيرة أعضاء فرقته بيتعصب والتر وبيبدأ يهاجم الشرطة، لكنهم بيقدروا يموتوه وبينقلوا بودي المستشفى. ولما بتتحسن صحة بودي بترجع له ليزا مرة تانية، وبيقرروا انهم يبدأوا من أول وجديد. وبتتحاكم نانسي بتهمة خطف الأطفال بسبب انها ما كانتش بتخلف وكان نفسها يكون عندها أطفال. وبس كده بيخلص الفيلم، وبيكون عن قصة حقيقية والأحداث دي حصلت سنة 1978. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وقول رأيك، وهرد على كل الكومنتات.